هل مسلسل برغم القانون يستحق كل الضجة اللي معمولة عليه دي؟ الفترة الأخيرة سمعت ناس كتيرة وشفت مقاطع كتيرة سواء كانت من برامج أو من إعلانات عن مسلسل برغم القانون، ولما فتحت الستريمينج سيرفيسز اللي بيتعرض عليها المسلسل سواء يانجو بلاي أو واتشت لقيته في الاتنين من المسلسلات اللي واخدة أعلى نسبة مشاهدة. ومع إني من الأشخاص اللي يمكن أبقى بحب أتابع مسلسلات أجنبي إلا إني قلت لما أدي المسلسل ده فرصة وأشوف هو أخباره إيه وهل بيستحق فعلا الضجة اللي هو واخدها دي ولا لأ، خصوصا إن المسلسل الهوك بتاعه أو فكرته اللي بتبقى معمولة عشان تشد الجمهور مش بطالة، وهي ببساطة فكرة إن في زوجة عايشة في بورسعيد اسمها ليلى، عندها زوج وطفلين، وفي يوم من الأيام لما بتصحى ما بتلاقيش جوزها تماما، كأنه فص ملح وداب، مع كم مشاكل كتيرة جدا بيكون سايبها وراه وبتكون هي مطالبة إنها تحلها. فكرة لذيذة طبعا وتشد للفرجة، ومن هذا المنطلق اتفرجت على 30 حلقة، وإليكم رأيي الصريح في المسلسل في النقط التالية: واحد، الهوك أو الحاجة اللي بتجذب وبتشد الجمهور وما يليها من فرشة وتقديمة للمسلسل، ودي زي ما قلنا كانت قوية جدا. طبعا فكرة انك عايز تعرف جوزها راح فين وعمال بتتابع معاها اول باول على مدار الاحداث. عادة بعد الهوك دي بيبقى في حاجة كده في علم الكتابة اسمها التقديمة او الاستابليشمنت، اللي فيها بتتعرف على شخصية بطلك عشان تعرف اكتر هو ايه مزاياه وايه عيوبه او نقاط ضعفه، اللي المفروض انك على مدار المسلسل هتتفرج على تطوره فيها. مشكلتي في الجزء ده زي ما هطرح تاني قرب نهاية الحلقة ان بغض النظر عن احداث المسلسل نفسها الا اني ما حسيتش اني قدرت اشوف قوي ليلى او هي محتاجة تتغير في ايه او تشتغل على نفسها في ايه، مجرد اني شفت واحدة ست عمالة بتتأقلم مع احداثها وحياتها وبتحل مشاكلها اول باول، اللي هي من وجهة نظري كانت مشاكل كلها برانية مش جوانية. يعني بمنتهى الصراحة لو قارنت تطور الشخصية اللي جسدتها الممثلة إيمان العاصي ألا وهي شخصية ليلى بأفلام أو مسلسلات تانية سواء مصري أو أجنبي، فممكن مثلا أستشهد بفيلم زي الكيف اللي ابتدى بيحيى الفخراني دكتور وقور وأخوه محمود عبد العزيز راجل مهيصجي شوية وبيحب الفرفشة والانبساط، وازاي ان الاحداث قادتهم هما الاتنين ان لما دخلوا كار المخدرات انتهوا ان الدكتور نشوفه مدمن على المخدر بيضحك من خبله، ومحمود عبد العزيز في حالة من التراجيديا بيبكي على اخوه وعلى ما صار عليه. فهنا في تطور شخصية قوي وملحوظ تم. نفس الكلام مثلا على فيلم زي ذا جاد فازر اللي بنشوف فيه تحول الباتشينو من ضابط جيش محترم ووقور ورقيق إلى إنه يكون زعيم العصابة المتوحش. مشكلتي بقى مع شخصية ليلى في مسلسلنا النهاردة إنها ما تحولتش قوي. يعني يمكن يكون في بعض الناس من اللي اتفرجت على المسلسل هتعارضني وهتقول لي ازاي دي على مدار المسلسل مثلا بقت محامية وبقت متوحشة وخزوقت جوزها في حاجات، ده حتى حبسته حي في تابوت يا راجل. بس مع الأسف دي حاجات كلها بالنسبة لي كانت سوبرفيشال وسطحية جدا. إن واحدة ما كانتش بتشتغل تبقى بتشتغل ده مش تطور شخصية. ان واحدة الظروف تخدمها انها تطوع مجموعة من الناس تخطف جوزها وبعدين هي تروح بنفسها تدي الاعوان جوزها الحاجة اللي تحرره وتروح تكلم المقربين ليها وتقول لهم ما تقلقوش انا مش هسمح ان اللي جوزي عمله فيا ياخد من روحي، فدي كلها حاجات بتنكر فكرة ان الشخصية حصل لها تطور حقيقي. يمكن اكتر اتنين حسيتهم فعلا في المسلسل مروا بتطور في الشخصية حقيقي وجذري هما اختها فاتن وجوز الاخت ياسر. سواء تحول اختها فاتن من شخصية القادرة لشخصية المستكينة بسبب ظروف حياتها الصعبة، او جوزها ياسر من وضع الندالة لوضع الجدعنة بسبب مواجهته المباشرة في الاخر لعقدته النفسية. لكن غير كده باقي الشخصيات كلها كانت شخصيات فلات، مهما مروا من احداث كانوا زي ما ابتدوا زي ما خلصوا. وبكده نبقى اتكلمنا عن اول حاجة، ايه الفرشة، وهل هي عرضت الشخصية اللي هنشوفها بتتطور وهل الشخصية اصلا هتتطور. ده كان الجزء الاول. نيجي بقى للجزء الثاني، الكولينج او الهدف او النداء. الجزء ده عادة في اي عمل بيكون بيمثل هو كان ايه هدف البطل او البطلة. فلو انا سألت سؤال بسيط هو كان ايه هدف ليلى في المسلسل هيكون ايه الرد؟ الرد قد يبدو برضه بسيط ولكنه للأسف مش بسيط قوي كده.
عادة الأعمال القوية بتخلي الهدف ده هدف واحد بس عشان يكون واضح ويكون هو أساس وعماد الصراع اللي هيوصل لهدف المسلسل. مشكلتي هنا كانت إن الأهداف كانت أهداف مرحلية، عاملة كده زي مراحل أو ليفلات اللعب بتاعت الكمبيوتر أو الفيديو جيمز. يعني برغم إن الهوك أو الجذب زي ما قلنا كان البحث عن الزوج المفقود، إلا إن الهدف ده مع الأسف اتغير كذا مرة. لأن في الأول كان الهدف هو البحث عن الزوج، وبعدين تحول الهدف إلى محاولة معرفة هو مين الزوج أصلا، وأخيرا بقى الهدف محاولة إثبات نسب الأطفال للزوج. أنا أعتقد إن وجهة نظر الكاتب الأساسية إن هدف ليلى الأساسي والأصلي كان هو فكرة إثبات نسب ولادها، وإن كل الأهداف اللي فاتت اللي قلناها دي أهداف فرعية للوصول للهدف ده. بس للأسف أنا كان عندي مشكلة في طريقة عرض ده، لأن عادة من وجهة نظري الكاتب اللي عايز يعرض هدف بطله الرئيسي محتاج يعرضه من أول حلقة حلقتين بالكتير. عشان كده كلنا افتكرنا إن هدف ليلى الرئيسي هو البحث عن الزوج، يمكن عشان ده اللي كان معروض في أول حلقة، وده اللي كانت قايمة عليه كل الخطط التسويقية للمسلسل. وعلى ما وصلنا لهدف إثبات النسب ده كان بعد الهنا بسنة. كان لازم تكتشف الأول إنها حامل، وبعدين تخلف، وبعدين تحاول تثبت نسب الطفل بغير وجود الزوج، فيظهر أخو لجوزها سرق هويته عشان يرفع عليها دعوة يسقط بيها نسب الطفل، بل وباقي أطفالها الأولانيين كمان، بل وجوازها نفسه من الأساس. كل اللي فات ده على ما وصلنا له كنا خلاص في معمعة الأحداث. ففكرة إن الهدف الرئيسي يظهر بعد كتير جدا كده خلتنا نحس إن الأهداف تحولت إنها بقت مراحل لعبة، مش هدف رئيسي أصلي متفرع منه أهداف صغيرة. وليه بقول أعتقد إن ده الهدف الرئيسي؟ لأن برضو بحاول أربط مع اسم المسلسل وتطور الشخصية المفترض حدوثه. يعني فكرة إن المسلسل اسمه برغم القانون أكيد مش هيبقى موضوعه إني بدور على جوزي برغم القانون، إنما الأوقع إن يبقى موضوعه إن دول ولادي برغم القانون. ودي نقطة هنجيلها كمان شوية، إنه هل كان فعلا المسلسل موفق في اسمه والمورال بتاعه ولا لأ. نروح بقى لتالت جزء، ألا وهو 3 قوام العمل نفسه، أو هو نوعه إيه. معروف دايما إن أي عمل بيتعمل لازم بيبقى ليه نوع أو جونرا. يعني ده عمل دراما ولا كوميدي ولا تراجيدي، عمل جريمة ولا أكشن ولا رعب، لازم يكون فيه نوع، لأن النوع ده هو اللي بيحدد طبيعة المنتج. فعلى أساسه السوق الموجه ليه النوع ده وبيحبه هو اللي هيجي ويتفرج. ولا يجوز على الأقل من وجهة نظري فكرة اللعب على الفخفخينة في نوع العمل. يعني مثلا أنا شخص بحب أتفرج على حاجات فانتازية، فبعتبره نوع من أنواع النصب الفني لو أنت سوقت لي عملك أو مسلسلك أو فيلمك الترفيهي على إنه من نوع الفانتازيا البعيد عن الواقع مثلا، وأدخل ألاقي إن مفيش حد لا بيطير ولا بيعمل حاجة خارقة للطبيعة، كأني مثلا دخلت عمل واقعي. ما ينفعش مثلا أدخل فيلم جون ويك والاقي جون ويك مثلا بيقول نكت مش بيدعك اكشن. ما ينفعش مثلا ادخل فيلم كونجورينج والاقي بطل خارق بينقذ البنت من الشر بدل ما هبقى بموت من الرعب. لو التزمت بنوع فلازم قوام عملك يفضل متمسك بنوعه ما يكسروش ابدا. ومن وجهة نظري فانا متهيألي المسلسل ده وقع في الحتة دي شوية، حتة تغيير النوع. لان المسلسل ده كان خطة تسويقه كانت شوية اقرب انه ثريلر او سسبنس، اللي هو النوع الاقرب لفكرة التشويق، ان في لغز انا مستني انه يتحل وهقعد العمل كله مستني انه يتحل. الحاجة اللي كانت معروضة في الاول كانت تدي الايحاء اننا بنتفرج على حاجة اشبه بحاجات المخرج الشهير اللي كانوا بيسموه The Master of Suspense او ملك التشويق، المخرج الشهير ألفريد هيتشكوك. المخرج ده كان دايما ليه نظرية بتقول إن أي فيلم من أفلامه كان لازم بيبقى فيه حاجة اسمها ماك جافن، ودي الحاجة اللي بتخليك قاعد على أعصابك مشدود العمل كله. يعني مثلا كان بيقول إن في فرق ما بين التشويق والمفاجأة، إنه مثلا لو أنت هتحط في فيلم قنبلة لو انفجرت فجأة وأنت أدركت وجودها بانفجارها فده تعريف المفاجأة. بس لو أنت عارف إن في قنبلة موقوتة موجودة في علبة
شايلها واحد بيتحرك بيها وهو مش عارف إن فيها قنبلة، فده بيبقى اسمه ساعتها تشويق. والعلبة دي في الحالة دي ساعتها بنعتبرها اللي هو اسمه الماك جافن، اللي هو حاجة انت عارف بوجودها ومقعداك على أعصابك، عايز تعرف منها هي هتخلص على ايه. حاجة كده زي مثلا ان هيتشكوك مرة عمل فيلم عن حفلة فيها جثة في تابوت في وسطها ومحدش في الحفلة لا دريان ولا يعرف، وانت بتبقى قاعد مستني الفيلم كله تعرف هو ده هيفضي على ايه. برضو عندنا حاجة مشابهة في الدراما المصرية زي العمل والمسلسل المعروف للعدالة وجوه كثيرة من بطولة يحيى الفخراني، واللي فيه تم اتهام يحيى الفخراني بالقتل، وكان بيقال انه بيملك سر. السر ده لو كان طرحه او افشى عنه كان ممكن ياخد براءة ويخرج على طول ويتبرأ من تهمته دي فورا، لكنه رفض انه يفصح عن السر ده، واثر وفضل انه يهرب من السجن عشان يثبت براءته، يعني ياخد الطريق الاصعب، ولا انه يعمل الحاجة اللي من وجهة نظرنا اسهل وهو انه يقول السر، الحاجة اللي غلت قيمة السر قوي وخلته في الاحداث ماك جافن ابن لذينه. ولان مسلسل للعدالة وجوه كثيرة كان فاهم قواعد اللعبة، فقعد كل حلقاته بيدور حوالين السر وعمره ما قال السر إلا حرفيا في آخر حلقة، وبعد كمان ما كان يحيى الفخراني أخد إفراج وقال السر بمزاجه. ودي بتبقى قواعد لعبة التشويق. المشكلة بقى هنا إن الماك جافن القوي كان المفروض يبقى هو سؤال هو الزوج فين، لكن المشكلة إن ده اتعرض بدري قوي لعرض وكشف شخصية الزوج الصايعة الشريرة، وفجأة تحول نوع المسلسل بشكل عنيف من نوع الثريلر زي أعمال ألفريد هيتشكوك وعمل زي للعدالة وجوه كثيرة، إلى إنه تحول في آخر 20 حلقة إنه بقى زي المسلسلات اللي زي جيم اوف ثرونز أو هاوس اوف كاردز أو سكسيشن، واللي هي بتبقى قايمة على ناس بتكيد مكايد لبعض بخطط، واللي هو تعريف نوعها بشكل مباشر دراما مش تشويق زي ما ابتدينا في الأول. فمشكلة قوام العمل هنا إنه ابتدى على نوع وانتهى على نوع. المنتج نفسه اختلف في السكة. في ناس قد تعتبر إن دي ميزة، إنك يعني بتلعب بأنواع كتير في عمل واحد وإنك عندك تعددية، وهي وجهات نظر مش هنكر. أنا بس وجهة نظري البسيطة إن في الأعمال التلفزيونية والسينمائية بالذات فالحرفية هي التخصص في نوع واحد على مدار العمل كله، وده اللي بيدي العمل متعة أكبر. كان نفسي المسلسل يكون معتمد أكتر على إن الزوج يظهر ويتكشف بس في آخر حلقة، لكن مع الأسف كان لازم عرضه من بدري عشان يكون في صراع عن النسب، فده يبرر موضوع ومسمى برغم القانون. الحاجة بقى اللي تقودنا للنقطة اللي بعدها 4، هو إيه المورال؟ يعني عادة في أي عمل سعي البطل ورا هدف بيوصلوا للحاجة اللي في العمل اللي بتتسمى كلايمكس أو قمة الصراع، اللي فيها البطل لما بيجي يكسب بيخسر عشان يكتشف إنه اللي هو عايزه مش هو اللي هو محتاجه، فيجي حد كبير يعلمه هو إيه اللي هو محتاجه، فلما يعمل اللي هو بجد كان محتاجه يكسب الشرير. ومن هنا دايما بيجي المورال أو هدف الفيلم أو المسلسل والدرس المستفاد منه. ولأن بالنسبة لي ده ما كانش واضح لي قوي، فهحاول استنتج اللي قلته ده كان فين في المسلسل. أعتقد إن قوة شرير المسلسل أو الزوج أيا كان اسمه بقى أكرم ولا أحمد كان هو ذكائه ودهائه الممزوج بسطوته وفلوسه الكتير، الحاجة اللي خلته يقدر يحط حيل وبسبب فلوسه ونفوذه يقدر ينفذها، حتى لو كان شأنها في بعض الأوقات إنها تكسر القانون أو تزيفه أو ترشيه. يعني أنت بتتكلم في شرير قدر إنه يزيف هوية جديدة ويزيف شهادات ميلاد، ولما جه الوقت إنه يبان إنهم مزيفين قدر يزيف في تحليل كشف النسب أو تحليل الدي ان ايه بالرشوة، قدر يزيف في كشوف طبية لمراتاته الاتنين، ولما تهدد ان يتم عرض تسجيلات ممسوكة عليه قدر يقول بسهولة انه ممكن يقدم طعن ويشكك في تزييفها. فلو القانون دايما بيعتمد على اوراق وتسجيلات فده ممكن نوعا ما يبرر هو ليه المسلسل كان اسمه برغم القانون، لانه رغم ان البطلة محامية وفاهمة كويس في القانون
إلا إنها مش هتقدر تتصدى بسهولة للشخص اللي قدر يطوع القانون تحت إيده بسبب تزييفه للأوراق اللي بتتقدم للقانون طول الوقت. أنا بس مشكلتي هنا إن المسلسل كان بيحاول يمشي على نهج وموضة الأعمال اللي بتبقى عايزة تغير القوانين، زي أفلام زمان مثلا اللي كانت زي جعلوني مجرما لفريد شوقي أو أريد حلا لفاتن حمامة، واللي حاولت تمشي على نهجها مؤخرا أعمال زي فاتن أمل حربي أو ليلى. ما عنديش مشكلة بقى إن مسلسلنا النهاردة يبقى بيحاول يعمل كده ويبقى بيحاول يساهم في تغيير قوانين. مشكلتي الحقيقية في حتة تانية خالص. يعني في حتة عدت كده في المسلسل إنه لما كانت هي بتحاول تثبت نسب طفلها المولود الجديد، كانت بتحاول تستند لمقترح في قانون يديها الصلاحية إنها تسجل مولود بدون وجود الأب أو العم أو الجد أو أي حد من ناحية الأب يعني. ومش عارف بصراحة ده مقترح قانونا كويس ولا لأ، لأنه هي كانت في المشهد ده محطوطة في وضع صعب وده يبدو وكأنه حقها، لكن بشكل أشمل مين قال إن قانون زي المقترح ده لو تم إصداره ما ينتهيش إن في ستات تسجل أطفال لآباء مش آبائها؟ يعني أنا أعتقد إنه بجد لو كنا محتاجين حل للمشكلة اللي موجودة في المسلسل، فالمشكلة الحقيقية مش في عدم وجود قانون زي ده، إنما المشكلة الحقيقية إن القانون نفسه محتاج يبقى قوي، محتاج يبقى أقوى. وقصدي هنا بالقانون المنظومة، منظومة الناس مش التشريع. يعني اللي عرضه المسلسل فكرة في منتهى الخطورة، بيعكس قد إيه بيروقراطية القانون هشة وتقبل الرشوة. فالتوعية الحقيقية المفروض تبقى عن إزاي الهشاشة دي ممكن تودينا كلنا في داهية وتيجي على حقوقنا. وعشان كده فأنا أعتقد برضو إن كلايمكس الصراع هو بداية الفساد التدريجي لليلى، إنها ابتدت تاخد اللي هي عايزاه لما ابتدت تفسد، لما ابتدت تتفاوض مع محامي جوزها الفاسد من إنها تضغط عليه بورق وتسجيلات عشان تاخد منه ورق، وإنها تروح لمجموعة شباب بتتاجر في العملة وتورط بيهم جوزها في جريمة تجارة عملة، وإنها تقنع مجموعة ناس إن جوزها هو اللي دهس بالعربية مراتهم وبنتهم عشان تطوع قوتهم في خطفه وحبسه. فكرة إن هي نفسها بقت بتلعب في القانون عشان تنتقم من جوزها، بيقول إن هي نفسها تدريجيا رغم إنها محامية إلا إنها ابتدت تفقد إيمانها بالقانون. فكأن الكلايمكس هنا كان إنها وصلت للانتقام برغم القانون أو بدون القانون، وبعدين اكتشفت إن اللي هي عايزاه انتقامها من جوزها مش هو اللي هي محتاجاه، ألا وهو القانون وإيمانها بيه. وده بيبتدي يبان في مواجهتها اللي بتاخدها بعد كده، إن كان مع أختها أو أول عميل لمكتبها الخاص اللي كانوا ابتدوا يفكروا معاها إنهم يكسروا القانون عشان يجوا على خصومهم، وكأنها بده بتشوف تشوهها في مرايتهم، فبتقرر في اللحظة دي ترجع وتكمل قانوني للحظة الأخيرة عشان ينتهي المسلسل بالقانون بمرافعة منها تجاه جوزها بتسجنه بيها. فكأن مورال المسلسل هو إنها هتنفذ القانون برغم ضعف وهشاشة القانون، هتنفذ القانون برغم القانون. لو المورال كده فده مورال لطيف قوي، إلا إنه مع الأسف فده ما بانش قوي. يعني ما شفناش قوي في بداية ليلى الحاجة اللي توحي بكلامها ورأيها عن القانون عشان نتابع تطور شخصيتها فيه، ولا شفنا مثلا متعة ليها مشوهة لما وصلت للكم ده من كسر القانون. يعني مثلا وهي بتكلم جوزها لما كان محبوس جوه التابوت كانت بتتكلم عادي جدا وكأننا مطالبين نحس ان ده مشهد عادي، ولا شفنا مشهد ليها مثلا بعد لقائها مع اختها او اول عميل لمكتبها الخاص بيعكس ندمها الواضح على اللي عملته من كسر القانون بعد ما شافت نفسها فيهم، ده إن كانت أصلا شافت نفسها فيهم. ولا شفنا إحساسها بالنصر الحقيقي لما القانون هو اللي جاب لها حقها. المشهد كان مركز أكتر على تشفيها في جوزها وكأنه لسه مركز على موضوع الانتقام أكتر ما هو مركز على فكرة الاستمتاع بنصر القانون برغم القانون وعيوبه. فمن الآخر إحنا مجرد شفنا تسلسل أحداث ممكن ده اللي يخلينا ناخد الانطباع إن كأن دي الفكرة، لكن ما شفناش تسلسل أو تطور أحاسيس أو مشاعر يعرفنا إذا كان بجد ده كان المورال وسر تسمية المسلسل ولا لأ. وده مجرد استنتاج شخصي ليس إلا. المشكلة بقى إن في الوقت اللي فيه المورال الراقي ده
اللي كان المفروض يبقى واضح وطلع مش واضح قوي زي ما قلنا. في الوقت ده برضه كان في ما وراء سطور وأحداث للأسف عرضها بطريقة معينة بيخليها كفيلة إنها تتزرع وتتحفر في الدماغ كأفكار صح، وهي أفكار تودي في داهية. على طريقة أفلام مؤخرا نزلت بره زي مثلا No Hard Feelings أو The Idea of You أو Baby Girl، اللي بقت بشكل غير مباشر بتروج لفكرة الحب ما بين المرأة كبيرة السن بشكل ملحوظ والشاب الصغير المراهق، وبقت بتعرض ده بشكل متكرر في كل الأفلام اللي سبق ذكرها. فمن كتر التكرار بقى باين الأمر وكأنه أمر عادي وطبيعي والمفروض يبتدي يتقبل بقى في الأعراف. ليه بذكر المثال ده مثلا؟ لأن في أوقات بيكون في فكرة بتتعرض لك بشكل غير مباشر، ولما بتتعرض بالطريقة دي ده بيبقى كفيل إنه يقنعك إن دي طريقة صح للتفكير، لأن محدش بيحاول يقنعك بده، هو بيتعرض لك كأنه أمر مسلم بيه. في حاجات حسيتها كده في المسلسل، واللي رغم إنها اتعرضت بشكل عادي إلا إني حسيت إن عقلي بيرفضها، وكنت محتاج أطرحها معاكم عشان ما يتسببش مسلسل زي ده في نشر الأفكار دي على إنه وضع طبيعي. أولا كان في لقطة لما ليلى واجهت جوزها للمرة الأولى بعد اختفائه وقال لها إنه جاب لها فيلا باسمها وإنها ممكن هي والولاد يجوا يقعدوا فيها. قد يبدو الأحلى والأعلى للدراما هو اللي حصل في المسلسل، ألا وهو رفض ليلى العرض جوزها وسعيها للانتقام عن إنها تقبل عرض زي ده. إلا إنه بجد في كتب التفاوض والبزنس فدايما الأذكى هو إنك تسعى إنك تشوف قدرتك الحالية إيه وعاملة إزاي وتسعى على أساسها للصفقة اللي تكسبك. يعني في علم التفاوض في اللحظة دي من المسلسل فتفكير ليلى كان منصب أكتر على مبدأ اللوز لوز عن الوين وين، إنها عندها إنها تخسر عشان اللي قصادها يخسر ولا إنها تكسب واللي قدامها يكسب. وعلى فكرة أنا مش بنكر هنا إن جوزها ابن 60 في 70 ولا بقول إنها كانت محتاجة إنها توافق فتحبه، الموضوع مش اكستريمز يا جماعة، لكن كان ممكن تلعب في التفاوض إنها تاخد منه أقصى حاجة بدل ما هي خسارة لأجل الخسارة. الأفلام دي للأسف إحنا كمصريين لما بنتفرج عليها بنسقف لها قوي وبننتهي إننا بنبقى بتوع شعارات بدل ما نبقى بتوع تفاوض مظبوط ونكسب اللي كان ممكن نكسبه. وضايقني بقى على فكرة إن اللي عملت كده فعلا في المسلسل وتفاوضت وكسبت اللي تقدر تكسبه كانت هي الأخت، أخت ليلى، لما كانت بتتفاوض مع جوزها على تنازلها عن محضر الضرب رفعته على جوزها مقابل إنها تاخد نص ثروته وفلوسه وذهبه اللي كان مدكنه. حركة بمنتهى الصراحة والأمانة اعتبرتها ذكية جدا عادي، إلا إن المسلسل كمل بيها في سكة إنها كده متخلفة وإنها أصلا كلها على بعض كده مشوهة، فده طبعا يخليك تقول إنه بجملة إن دي بقى شخصيتها كلها، فالتفاوض ده كان جزء من رخصها المستمر، فيخليك في الآخر إنك تكره إنك تتفاوض وتكسب وترجع تسقف تاني للشعارات. ما علينا. من الشخصيات اللي ضايقتني جدا هي شخصية تهاني، اللي المفروض نسقف لمحمود شرشر جوزها إنه بيعاملها كده وهو متجوز عليها وكان سايب أمه تتحكم فيها، والفرحة اللي يا حرام بنشوفها على وشها وكأن اللي بيحصل لها ده طبيعي، المهم يبقى جوزها راضي عنها. لا، هو ده مش طبيعي، وشخصية بالطيبة دي أكيد تستاهل أفضل بكتير من واحد زي محمود شرشر أو أفضل بالمعاملة دي. والمن اللي عمال يحصل عليها بشكل مستمر ده ما كانش مقبول بالمرة. على الناحية التانية بقى فكرة إن ليلى البطلة تكون مطلقة وبثلاث أطفال وتحب وتتحب من هاني عادل اللي هو صحيح طالع في المسلسل عنده عاهة مستديمة في عينيه، بس مش هنستهبل وننكر إنه وسيم ومش متجوز وغني، فدي فكرة خيال علمي. شبه برضه فكرة إن هند صبري في مسلسلها الأخير البحث عن علا إنها تلاقي ظافر العابدين هو اللي بيحبها وعنده استعداد يحتويها، فده خيال علمي برضه. أنا مش ضد فكرة إن المطلقة ممكن تتجاوز وتبتدي بداية حلوة من جديد، ويا رب يوفقها كمان في نماذج زي هاني عادل وظافر العابدين، لكن إن ده يتعرض في المسلسلات إنه ده هو النورم أو العادي فده أبعد ما يكون عن المنطقية. لازم يبقى فيه درجة من الواقعية في حاجات زي كده. مشكلتي الأخيرة بقى مع المسلسل كانت وضع عقبات
وانعدام المسؤولية للالتزام بيها بعد كده. يعني أكتر مسلسل كان بيحكي عن صراع النسب هو أكتر مسلسل رمى الأطفال لما ما بقاش محتاجهم في العقدة والدراما، زي أبوهم كده في المسلسل بالظبط. يعني شفنا عقدة إن ليلى بقت حامل، وبعدين محاولة تخلصها من الحمل، وبعدين تمسكها بالحمل وولادتها، وإنها أخيرا خلفت الطفل المولود الجديد عمر، لحد لما وصلنا لعقدة النسب اللي هو ابتداها. وبعدين بمجرد ما وصلنا لهنا ما بقاش فيه عمر، ما حصلوش حاجة بس تم تجاهله. يعني ليلى بعدها ممكن تبقى ما شالتوش كطفل غير في مشهدين 3 آخرها، لدرجة إن من كتر العبثية بتسأل الشغالة اللي بترعاه هو أخباره إيه، كأنها بتسأل من بعيد كده سد خانة. نفس المشكلة حصلت مع ابن الزوج من زوجته الأولى، إحنا شفناه صحيح لغاية مشهد معين، وبعدين فجأة مع نهايات المسلسل ما ظهرش في مشاهد مهمة جدا، مع إن أخته على طول كانت موجودة فيها. فهو المسلسل فجأة كده بعد ما كان عقدته عن العيال اتبرأ منهم عشان يفوق للصراعات اللي تجيب مشاهدات. بس ختاما عشان ما بقاش مفتري، أحب أقول إن المسلسل كمجمل حالة ومحاولة حلوة وطبعا تشد. تسويقه والشدة بتاعته في الأول والكليف هانجرز اللي في آخر كل حلقة اللي بتشدك على طول إنك عايز تتفرج على الحلقة اللي بعدها، مع الحيل والحبكات والتوستات وعرض الكلام والمونولوجات سواء الدرامية أو التوكسيك المكتوبة بامتياز وجدارة وهي طالعة من بق الزوج، مع تصوير الدرونات وعرض بورسعيد بأسلوب جديد ينافس الأجنبي. فكل ده كان طبعا مسلي وكان أكيد يشد. فلو لسه ما اتفرجتوش عليه معلش انسوا بقى ساعتها كل اللي أنا قلته واتفرجوا. ولو اتفرجتوا هستنى منكم تكتبوا لي في الكومنتات رأيكم الصريح في مسلسل برغم القانون، عجبكم ما عجبكمش، ومع رأيي تجاه المسلسل ولا عندكم وجهات نظر تانية. وما تنسوش لو عجبتكم الحلقة دي اعملوا لايك وسبسكرايب وشير، وما تنسوش تفعلوا زرار الجرس عشان يجيلكم إشعارات على آخر حلقاتي. سلام.